السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ معاكم أسامة اللي معرفنيش، سنة أولى طب بشري اسكندرية. هتكلم معاكم في السلسلة دي فيديوهات شورتس كده قصيرة، هتكلم فيها معاكم عن الضربات اللي حصلت معايا شخصيا في ثانوية عامة، أو ضربات زمايلي، وإزاي اتعاملنا معاها يعني في فترة الثانوية. أول ضرب حصل معايا شخصيا كان في فترة المراجعة النهائية. جبت يعني خدت قرار ان انا هعتمد على كل الدروس بتاعتي اونلاين في فترة المراجعة، وهقعد من اي درس او اي سنتر كنت بروحه. المهم خدت القرار فعلا واشتركت على المنصات وطلبت الكتب. طلبت الكتب في اخر ثلاثة او اول اربعة. الكتب جات لي الكتب جات لي في اول ستة. كانت صدمة بصراحة يعني. الشهرين دول ما عدتش حليت فيهم كتب ولا عملت فيهم اي حاجة خالص. ما عملتش فيهم اي حاجه، شو مراجعه نهائيه. ما حلتش فيهم اي كتب مراجعه نهائيه اطلاقا، يعني غير الكتب اللي هي الخارجيه اللي كنت طالبها كنت بحل فيها مع نفسي كده. وما سمعتش اي داتا لاي مدرس في المراجعه النهائيه، رغم ان انا كنت مشترك معاهم على المنصه، يعني دي مش مشكله. كنت يعني وبصراحه الموضوع كان مقرف قوي بالنسبه لي، يعني كان موضوع الكتب ده كان قافلني من كل حاجه. وكنت حاسس ان السنه بتضيع مني، يعني انا كل اللي عملته طول السنه كانت بتضيع مني، ومشكله بقى وهعمل ايه ومش عارف ايه وكده. الى جانب اللي انا اصلا في حاجه كنت سايبها المراجعه النهائيه كنت مراكمها طبيعي يعني. وكانت حاجات كتير قوي، مشاكل كتير قوي بصراحه يعني. في فتره المراجعه، بس رغم ذلك عملت حل معجزه، يعني انا ما اعتقدش لحد عمله اصلا يعني. في الفتره اللي هي بتاعت من اول ستة دي. فبقى ايه هقول لكم بقى الفيديو الجاي يعني.